افتتاح هذه الجلسة الرسمية الخاصة بتعيين السيد مصطفى الريفي رئيس المحكمة الابتدائية الإدارية بوجدة، وأعطي الكلمة للسيد المفوض الملكي. السيد الرئيس مصطفى محفوظات، التمس منكم السيد الرئيس أن تعينوا قاضيا من هيئتكم المحترمة، من جانبه أعين السيد القاضي محمد مساعدي بمرافقة السيد مصطفى الريفي الذي قرر صاحب الجلالة نصره الله وإيده تعيينه رئيسا لهذه المحكمة، وإصدار أمركم السيد الرئيس مصلحة كتاب الضبط بتلاوة سند تنفيذه سند تعيينه وأمر ذلك وبالتحاق السيد رئيس المحكمة بهذا المحكمة المقالي وتحرير محضرهم بما رجت الرئاسة المغربية المجلس الأعلى للسلطة القضائية رقم 4368/5 الرباط في 29 يناير 2024 من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى السيد المصطفى الريفي القاضي بالمحكمة الابتدائية الإدارية بفاس تحت إشراف السيد رئيس المحكمة الابتدائية الإدارية بهار تحت إشراف السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط. الموضوع تعيينكم الله يبارك على سيدي، الله يبارك على سيدي، الله يبارك على سيدي. سلام تام بوجود مولانا الإمام دام له النصر والتأييد. وبعد، فراعيا لما اقتضته المصلحة القضائية وبناء على القرار الذي اتخذه المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال اجتماعاته المنعقدة برسم دورة شتنبر 2023 بتعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة وموافقة الجناب الشريف أسماه الله وأعز أمره. الله يبارك على سيدي، الله يبارك على سيدي، الله يبارك على سيدي. أنهي إليكم أنه تقرر تعيينكم للقيام بمهام رئيس المحكمة الابتدائية الإدارية بوجدة، وعليه أطلب منكم أن تلتحقوا بمقر عملكم الجديد. العمل على تنفيذ الأحكام والحفاظ على الأمن وإدارة التقاليد والرقي وجودة العمل القضائي بتجاوز المحكمة ذلك بتجهيز المقررات إلى الانضباط للتوجهات الكبرى والقارة لمحكمة الاستئناف الإدارية ومحكمة النقد، والعمل على نشره قصد التعريف بما راكمته هذه المحكمة من رصيد قضائي غني ومتميز، وبجعلها كذلك منفتحة على محيطها الخارجي عبر تنظيم موائد مستديرة وأيام دراسية بشراكة مع مختلف الفاعلين ذات الصلة بعمل القضاء الإداري. حضرات السيدات والسادة، إن الحماية القضائية لحقوق الأفراد والجماعات كما هي مكرسة بنص الفصل 117 من الدستور لن تتحقق ولن تكتمل إلا بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في المادة الإدارية